على كل حال انا حجزت 3 ايام بس، انما يمكن اسيب هناء عشان تسلي نجوى شويه. يعني لو ما كانش الدكتور ما كناش شفناك. وده معقول برضه يا نجوى؟ والدكتور اللي بتقول عليه ده هيوصل امتى؟ هو عنده مؤتمر في باريس وهيوصل تونس بكره. والدكتور بيير قال ايه في تقريره؟ انقطاع الصوت الفترة الطويلة دي نتيجة ان المريض حساس اكتر من اللازم. فعلا احمد انسان حساس جدا، ربنا يستر ويرجع لطبيعته بسرعه. ما اعتقدش، الحكاية هتطول شوية. انا مش قلقان ان احمد يرجع لصوته، ان شاء الله هيرجع لصوته. طبيا الامل كبير. انا اللي شاغلني دلوقتي هيعمل ايه بعدين؟ هيقدر يرجع لشغله؟ هيقدر يتعامل مع تلامذته؟ هي دي المشكله اللي هيواجهها، واللي لازم نعمل حسابها من دلوقتي. لازم نزرع في نفسه الثقه، ودي مهمتك انت بقى. هو انا بايدي ايه يا ابني؟ وكمان ما تنسوش الاثر اللي سابته ليلى خطيبته. منها لله. اهم شيء دلوقتي وجود انسانه تقف جنبه وتساعدنا في اعاده الثقه لنفسه. وهي فين دي يا ابني؟ احنا كلنا جنبه يا ابي. يا عادل انت متصور ان اقدر اروح لاي اسره عشان اخطب بنتهم لابني؟ صعب عليا اعمل كده. لو عكسنا الموقف وحطيت نفسي مكان الاسره دي بتهيألي كنت هفكر 1000 مرة قبل ما اقول رأيي. يا ابني انا كل اللي اقدر اقوله ربنا يشفيه. جرى ايه يا نجوى؟ احنا بنقول عايزين نساعده، لو شكوا قطعاته كده مش كويس. مش عارفه، في ناس يا ناديه تشوفيهم تحسي انك تعرفيهم من زمان. احمد في عينيه حزن غريب. والنبي انت اللي كلامك غريب، ده انت شويه شويه هتقولي لي بحبه. انا حاسه اني بحبه. عايده. الله، جرى ايه يا بنات؟ انتوا لسه صاحيين لغايه دلوقتي؟ انا مش عارف انام من صوتكم. يا خبر، هو صوتنا واصل لغايه حضرتك يا بابا؟ يا ستي، يلا ناموا بقى. حاضر. تصبحوا على خير. وانت من اهل يا بابا. تصبح على خير. نامي بقى يا ست عايده واعملي معروف. عندك حق، رقيقة فعلا، واسمها عايدة، وهتلاقيها في نفس المكان اللي بتشوفها فيه كل يوم. يا أخي ده أنا شخصيا حبيتها، وقلت لها كل حاجة عنك. والحالة دي بقى لها قد ايه؟ أسابيع؟ شهور؟ طب ما فكرتش ان انت ترجع شغلك تاني؟ ما حاولتش؟ فعلا احسن حاجة ليك انك تغير المكان والناس. كنا زي اي بنات في الدنيا، متعلقين بأمانة، سنة بحالها قاعدين جنبها في المستشفيات، يوم في امل ويوم مفيش، لغاية ما راحت. بقيت انا واختي مشكلة بالنسبة لبابا، وهو كمان بقى مشكلة بالنسبة لنا. لا احنا قادرين نبعد عنه ولا هو قادر يبعد عننا. كل ما يسافر في حتة ياخدنا معاه. كنا الاول بنحس ان السفر نوع من الهروب من حاجة مش عارفينها. اهو
بنسافر لمجرد اننا نبقى مع بعض، لحد ما فكرة السفر فقدت معناها. وايه اللي وصلنا له في النهاية؟ الإحساس بالوحدة. كل واحد فينا بقى عايش جوا نفسه. علشان كده كنت بتشوفني على طول قاعدة لوحدي. صدقيني كنت بحس اني بجرح وحدتك لما اشوفك عند الصخرة. لا، مش هتبقى دي طريقة التفاهم بينا. انت هتكتب ايه؟ كلام؟ ايه قيمة الكلام؟ في ناس كتير بتكلم بعضها، لكن ما حدش بيسمع التاني. كل واحد في عالمه الخاص. طيب انا لازم الاقي وسيلة اعبر بيها عن اللي عايز اقوله. ليه لازم؟ وانا جنبك مش هخليك تحتاج للكلام. كفاية عليا بص في عينيك، اسمع فيهم كل اللي عايز تقولهولي. كده بتقولي انا بحبك. ياه، انت مبسوط قوي كده؟ بتفكر في ايه؟ مش عايز تقولي؟ ليه؟ كده هزعل منك. ادي احنا بنعمل كل اللي نقدر عليه، والباقي على ربنا. الأيام بتجري ومفيش أي تحسن، وكل يوم بيفوت نفسيته بتتعب أكتر. معلش، ممكن تسيبولي احمد؟ انا حاسه اني اقدر اعمل حاجات كتير قوي علشان. يا ريت يا بنتي، انا شايفه ان احمد بيحبك قوي. وانا كمان يا ماما بحب احمد قوي. سامع يا أبيه؟ ما ينفعش، انا سبقتك وخطبتك من ماما. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. أهلا يا عمي. اتفضلي. ما تصوريش يا هانم قد ايه الانسان بيكون سعيد لما بيقابل اهل بلده في الغربة. ده بس من ذوقك يا فندم. لا صحيح. امال الاستاذ احمد ما جاش معاكوا ليه؟ ما انت عارف حضرتك التقاليد بتاعتنا، ولما نتفق يبقى الاولاد. الكلام ده كان زمان، على ايامنا بقى. هي عايدة ما قالتش لحضرتك حاجة؟ ايوه، قالت لي انكم جايين. أصل في حقيقة عايدة عارفاها كويس. لاول مرة عايدة تخبي عني حاجة. احمد ابني ما بيقدرش يتكلم. ايه بيتكسف؟ هو شباب الايام دي بيعرف الكسوف. أبي أحمد كانت حصلت له حادثة. اتكلم، عايزة تقول ايه؟ الحادثة تركت أثر عنده، بقت صوته. اخرس يعني؟ لا لا، دي حالة مؤقتة وهتروح.
ما دام مؤقتة يبقى مفيش داعي للاستعجال، ونستنى لما ننزل مصر، وإن شاء الله ربنا هيشفيه. وساعتها تأكدي يا هانم إن أنا بنفسي هجيله وأقدم له عايدة بنتي. انت ليه يا عايده ما قلتليش ان احمد فقد صوته؟ اصلها حاجه بسيطه قوي يا بابا. الدكاتره كلهم بيقولوا انها صدمه عصبيه وهيخف منها. طيب يبقى مفيش داعي للاستعجال ونستنى لما يخف. يعني ايه يا بابا؟ حضرتك رفضت؟ تأكدي يا بنتي اني مش عايز غير سعادتك. انت هتبقي محتاجة دايما لواحد يقولك كلمة حلوة يخفف بيها عنك مشوار الحياة. تفتح عينيك الصبح يقولك صباح الخير. مش معقول يا بنتي هتقضي عمرك كله على امل جايز يتحقق وجايز لا. وبعدين يا عايدة؟ يا بابا انا بحب احمد وهو كمان بيحبني، وعندي استعداد اقف جنبه لغايه ما يخف. يا حبيبتي انا ما صدقت انك خرجتي من ازمة والدتك، الله يرحمها. مش عايزك تخرجي من هم تخشي في هم جديد.